اذا اسباب الاقاله كما صرحت سابقا ترجع بالاساس الى يعني رفض هذا النائب الرابع القيام بالمهام المنوطه به طبقا للماده 6 من الميثاق الجماعي. اذا في هذه الحاله هذه ما يمكن لنا كمجلس الا نلتجوا لهذه الماده 6 التي تجيز للرئيس امكانيه طلب المجلس يعني الاقاله ديال هذا النائب. اسباب كثيره متعدده، هو التجا للجميع يعني باش تفاديا الحسابات السياسيه ومجموعه من الامور. يعني راسلناه يعني بامور حزبيه، ثم تمت مراسلته مره ثانيه بالبريد المضمون، رفض التوصل بالمراسله. التجانا الى الطريقه الثالثه وهي مراسلته عبر العون القضائي بمقر العمل بأيت أميرة. بعد التوصل ولدينا محضر يثبت ذلك يعني رفض تسلم المهام. اذا ما يمكن لنا كمجلس الا نرفضوا هذه التصرفات هذه اللي كتسيء العمل الجماعي. ويعني وكرئيس يعني عندي نبعاد 4 ديال النواب، يعني 4 النواب لعده اعتبارات، يعني عدد السكان ومجموعه من الامور. يعني النائب الرابع خصو يقوم بالمهام ديالو، وبغينا تكون هذه عبره لجميع يعني المجالس المنتخبه الاخرى. يعني اي عضو ما بغاش تحت اي مبرر، تحت التوازنات السياسيه والابتزازات، يعني هذا الشيء راه صرحت به في الدوره. يعني التاجت لهذه الماده 6 باش تكون عبره لجميع الاعضاء وجميع النواب باش يقوموا المهام، وانا مستعد لاي نائب اخر ما بغاش يقوم المهام غادي نسلك مع نفس المسطره. وبالتالي يعني تم اصلاح هذا الاختلال اللي كانت تعاني منه الجماعه. يعني مكتب معطل، يعني عندي 3 النواب، في الحقيقه كاين 4، 3 النواب، واحد تياخذ التعويض ما تيمارس المهام تيرفض جمله متفصله. يعني التاج لهذه المساله هذه يعني قانونيه وتحتكمنا للقانون، ولا اقل ولا اكثر. شكرا.